كم من حالات. وطبعا برضو المرأة عشان ما يكونش الكلام كله منصب على الرجل وإلا يقول لك ده شغل عنصرية. لا، احنا برضو نجد نساء كثيرات النقص في عقولهن شديد جدا، عدى حتى المرحلة اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المرحلة الفطرية الطبيعية، عداها بكتير. فتلاقي المرأة مصرة على الخناقة ومصرة على الإشكال، وبعدين لازم تحلل المشكلة دي دلوقتي ولازم نبت فيها الآن. طيب يا ستي أنا راجع تعبان من شغلي، سيبيني أرتاح، ولما الأمور تهدى وتستقر أنا أوعدك إن احنا هنقعد ونتكلم. لا، ده أنت بقى مش بس كمان لازم نتكلم، ده أنت لازم تطلقني دلوقتي. لا إله إلا الله. يا ست طب استني، اقعدي شوية بس، اهدي شوية كده لما نتفاهم، وأنا راجع تعبان سيبيني أرتاح وبعد كده. لا، لازم تطلقني. يا ست طب اصبري، أنا هطلقك بس الصبر شوية. لو أنت راجل وأبوك راجل طلقني. أوه، لا طبعا أنا راجل وأبويا راجل وأرجل من ويبدأ بقى يتكلم، وبعدين يجي قايل لها أنت طالق، أو نقول لها أنت طالق، تقول له يا خاين العشرة وهنت عليك وهانت عليك الأيام الجميلة دي كلها، دي مش أيام، دي أيام سودة والعياذ بالله. يعني دي أنت وصلت الراجل لحالة الجنان وبعدين تقولي له هانت عليك؟ مش كده. وأنا بالمناسبة يعني من باب الطرفة أذكر لكم قصة رجل طلق 5 نسوة في ساعة واحدة. يعني هو الشرع مديله كام؟ مديله 4، هو طلق 5. هو متجوز 4 وبعدين قاعد مع زوجته الأولانية بيتكلم معاها كده، وبعدين اختلف معاها في شيء، فقال لها بقول لك ايه، انت هتزهقيني، يلا انت طالق. فالست التانية قالت له يا رجل تطلق امرأتك الأولى التي بدأت معها حياتك؟ فين العشرة وفين المودة اللي بينكم وفين ده حتى الشاعر بيقول نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. قال لها انت مش عاجبك انت كمان، يلا انت طالق. كده ايه 2. التالتة قالت له يا رجل ماذا أصابك في عقلك، أمجنون أنت تطلق 2 من نسائك هكذا بين غمضة عين وانتباهاتها تطلق 2؟ قال الحقي بهما، طالق يلا. فقالت الرابعة والله ما أرى أنه بقي إلا أن تطلقني. قال طالق، يعني هي جت عليكي، يلا بالسلامة. في واحدة بقى من الجيران قاعدة سمع الايه، سمع الحوار ده كله، فقالت يا أيها الناس انظروا إلى هذا الرجل المجنون الذي طلق نساءه 4 في ساعة واحدة. قال وأنت أيضا طالق إن أذن لي زوجك. قال أذنت لك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. حتى 5 طلقها بالوكالة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يا إخواني يحتاج إلى أن يضبط نفسه كثيرا، محتاج أنه يفهم معنى الحياة الزوجية، محتاج أنه يراجع السنة. مش احنا عمالين نقول نحن نحب رسول الله وهو قرة أعيننا وهو كذا وكذا وكذا، فأين نحن من تمثل سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم؟ لقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برعاية الأزواج، وبين أن أكمل الناس وأحسنهم خلقا هو خيرهم لامرأته وأشدهم عطفا عليها وأشدهم حنوا عليها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. خياركم لنسائهم. إذن ليست الخيرية بالمال أو بكثرة المال. ونحن أيضا ننبه أولياء الأمور إلى هذا المعنى الدقيق اللي هم بيحرصوا حرص ممل جدا
على انه لازم يجيب ويجيب ويجيب ويملى البيت فلوس، والشقة بتاعته تبقى كذا وتبقى تشطيب لوكس وتبقى فيها وفيها، وجرامات الذهب ما تبقاش بالخمسينات ولا بالستينات، لا بالمئات، ويا اما كده يا اما بلاش. وبعدين يقول لك والله البضاعة في السوق واللي جاي يشتري يبقى يدي على قد فلوسه، كأن بنته أصبحت سلعة وبضاعة تباع وتشترى، وهو يريد أن يأخذ الأكثر والأكثر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دي مشكلة خطيرة جدا، دي مشكلة خطيرة. لكن احنا بنقول له اتق الله ودور على صاحب الخلق والدين، دور على صاحب الخلق والدين، لأن هو ده اللي هيضمن لبنتك الحياة السعيدة الآمنة المستقرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الرجل بامرأته وصية خير، يأمره ألا يبغض المرأة ولا يكرهها ولا يفارقها من أجل أنه يكره منها صفة معينة أو خلقا معينا، لأن كل إنسان أو ليس الإنسان يعني سويا كاملا من كل الجوانب، ولا شك أن كلنا أصحاب عيوب وأصحاب ذنوب، وزي ما هي فيها عيوب هتلاقي أنت كمان عندك عيوب، وهتلاقي عندك أخطاء، وهتلاقي أن هي لو كانت امرأة حكيمة عاقلة تتغافل أيضا كثيرا عن بعض أمورك، فلا بد أن تكون أنت كذلك.